أعزائي المستمعين، فيلم النهارده فيلم كوميدي لراجل من قرية بيسافر لأمريكا وهناك بيمر بظروف كوميدية معينة، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم من دولة كازاخستان مع واحد اسمه بورات، واللي بيكون إعلامي أو مراسل كازاخستاني من قرية بسيطة، وبيعرفنا عن نفسه بيقول أهلا بيكم أنا بورات، وبيعرفنا على أهل قريته وبيقول ده اسمه صابونة وسموه كده عشان مراته هي المتحكمة، وهنا حضانة أطفال بيعلموا العيال البلطجة من صغرهم، وده مختار بونطة حداد وكمان دكتور إجهاض بأدوات الحدادة طبعا. وده بقى بيتي، دي الحاجة ربنا يديها الصحة، ودي المدام ملهاش طعم، فبتقوله ماليش طعم، أنا ماليش طعم، بنت اللي ملهاش طعم يا برات برات برات، فبيقول لها رواقي خلاص تعال. هنا بقى الأوضة اللي أنا قاعد فيها، ده مشغل فيديو ومشغل كاسيت، ودي جاموسة، وبيقول انا مراسل لتلفزيون كازاخستان ودي شغلتي، وبيكون بينقل اخبار مسابقه او مهرجان بيتعمل عندهم في البلد، حاجه غريبه كده يعني ما تعرفهاش اصلا من فصلها. وبيقول كازاخستان بلد مجيده بس فيها مشاكل، وعشان كده مركز المعلومات هيبعتني لامريكا القال عشان يعلم اللغه الكازاخستانيه، والحقيقه انه رايح عشان يتعلم ثقافات من هناك عشان ينقلها لبلاده. وبيقول مسافر انا ورفيق ازمات، وبعدها بيبدا يجهز نفسه وبيسلم على امه ورجاله القريه وبيودعهم، وبيركب عربيه ملاكي الحصان بالشده، ومراته بتقول له ما تجيليش هنا تاني يا برات، لو رجعت هنا تاني هقطمك نصين. وبيوصل مطار امريكا هو ورفيق ازمات، وبيكون خايف من السلم المتحرك اللي في المطار، وبيركبوا المترو وبيعرف بنفسه للناس اللي في المترو، وبيروح يسلم على الناس اللي قاعده وكلهم بيستغربوه، وبيسال الراجل ده انت اسمك ايه؟ قال له اسمي مالكش دعوه باللي جابوني. وبيروح للراجل ده وبيسلم عليه السلام اللي هو بعشم ده، فبيقول له ابعد وشك عني بدل ما اشقك اتنين، وبيقوم يهزقه. وبيجي بينزل من المترو، الشنطه بتتفتح منه وبينزل منها فرخه وبتفضل تجري في المترو، وبيطلع يجري وراها عشان يمسكها، والناس بتقول له الله يخرب بيت ابوك. وبيوصل للفندق وموظف الاستقبال بيقول له ليله ب 117 دولار، قال له خليها 85 اتفقنا؟ قال له مفيش منه الكلام ده. وبيطلعوا في الاسانسير وبرات بيبدا يطلع هدومه من الشنطه، فبيقول له لم هدومك يا فندم احنا لسه ما وصلناش على الاوضه. واول لما برات بيدخل الاوضه بيكون مصدوم من اللي هو شايفه وفرحان بالكرسي والسرير، وبعدها بيغسل وشه من قعده الحمام وبيطلع بيتمشى في المدينه، وبيروح عشان يسلم على الراجل ده، فبيقول له ابعد يالا ابعد يالا، وبيروح يغسل الحاجات بتاعته في النهر، الحاجات وبيفضل يهبل في الشارع، وبيجي يسلم على الراجل ده فبيجري منه بيقول له ابعد عني، فبيطلع يجري وراه. وتاني يوم بيستعد بورات وبيروح يقابل مدير مدرسه، ومدير المدرسه بيتكلموا عن حبه حاجات بيعملها الامريكان وازاي بيتعاملوا في المواقف المختلفه، وبورات بيتكلموا عن عيلته والقريه بتاعتهم والناس اللي فيها، وطبعا ما بيكونش كلام من العادي، ده كلام يعني من اللي يعير. وفي الفندق بالليل بيقول للراجل ده، بيقول له ان التلفزيون الامريكي احسن تلفزيون، وانا بقالي 3 ساعات شايف المنظر ده، فبيقول له لا ده الريموت وتضغط على الزراير دي عشان تغير القنوات. وبعدها بيتفرج على التلفزيون وبيقلب في القنوات وبيشوف واحده على التلفزيون اسمها سي جي وبيعجب بيها، وبيفضل طول الليل مبلم قدام التلفزيون. والصبح بيروح يقعد مع الستات دي وبيسالهم عن نظريه ان الست تكون متساويه مع الراجل، فالست دي بتفهمه ان المساواه دي بتبقى في حقوق المراه زي التعليم والوظيفه وغيره وغيره، فبيقول يعني الست عقلها صغير فعلا عن الراجل ولا ايه بالظبط؟ فبيقولوا له لا خالص، والست دي بتتقفل، فبيقول لها ما تضحكي يا ست انت، هو في ايه؟ قالت له اصل كلامك ملوش معنى، فقال لها خلاص سيبك من الكلام ده، انا امبارح شفت على التلفزيون واحده اسمها سي جي تعرفيها؟ فالست دي قالت له دي ممثله واسمها باميلا، فقال لها هي قاعده في نيويورك؟ قالت له لا ده عايشه في كاليفورنيا. فبيقول طب انتوا مكشرين ليه كده ما تضحكوا؟ فبيسيبوه وبيمشوا. وبالليل بتجيله رساله والراجل اللي جابها له بيقراها له، وبيقول مكتوب فيها ان مراتك طلع عليها دب شرحها وماتت. قال له انت بتقول ان مراتي ماتت؟ قال له شد حيلك البقاء لله، فقال له اتكفك وبيلم هدومه وبيطلع من الفندق وبيكلم رفيقه ازمات على انهم يسافروا لولايه كاليفورنيا، معرفش ايه ازمات دي، ازمات وعواقب. واول خطوه بيعملها برات انه بيروح يتعلم السواقه، فبيروح للراجل ده عشان يعلمه السواقه، فبيقول له انت عندك فكره عن السواقه؟ قال له امال ايه؟ قال له طب هاته عديه. قال له ايه اعدي مين؟ فقال له تعدي مين ايه؟ انت سوقت عربيه قبل كده؟ قال له كذا مره يا عم. فقال له اطلع كده ومش عايزك تخبط في حاجه، امسك بايدك الاتنين. قال له قال له امسك بايدك الاتنين. وفي الطريق بيطلع برات ازازه وبيقول له تشرب، فقال له هدي كده ما ينفعش تشرب وتسوق لان ده حاجه مخالفه للقانون. وبعدها بيروح عشان يشتري عربيه وبيقول للراجل انا عايز عربيه من اللي بتجذب النسوان، فبيوريه حته همر وبيقول له ايه رايك في الحته دي؟ وحش على الاسفل. فبيقول له خدها سعرها كام؟ قال له 52,000.
قال له انا عايز حاجه في حدود ال 600 $650. قال له ما عنديش حاجه بالسعر ده، بس ممكن اديك حاجه مستعمله ب $700. وبعدها بنشوفه طالع بعربيه مش من اللي بتجذب النسوان بقى، لا ده من اللي بتجذب الدبان، وبيسوق لكاليفورنيا مع رفيقه ازمات. بس بيوصلوا الاول على واشنطن، وبيروح يقابل راجل سياسي وبيعزم عليه بجبنه، وبيقول له خد دوق الجبنه دي الاول، مراتي عاملاها بلبن جايباه بطريقه طبيعيه. والراجل لما بيعرف بينصدم. وبعدها بيطلع من واشنطن على كاليفورنيا، وبيطلع في برنامج اليوم ال 16، والمذيع بيقول اعزائي المشاهدين النهارده عندنا ضيف خاص جاي لنا مخصوص من كازاخستان، بيلف في امريكا ولايه عشان ينقل اخبار وثقافات الشعب الامريكي لبلاده كازاخستان. وبورات بيسلم عليه وبيقول له ازيك يا بورات، انا فخور جدا بوجودي هنا وفخور بالولايات المتحده. قال له اهلا وسهلا بيك يا استاذ بورات، ممكن تعرفنا عن سبب وجودك في الولايات المتحده؟ فبيقوم يقف وبيقول له انا هنا عشان اتعلم من الولايات المتحده وافهم ثقافتها. فبيقول له تمام، ممكن تتفضل تقعد. فالمهم بيحرج نفسه على الهوا وبيقول كلام من اللي يعر. فالمذيع بيقول له تمام، اتشرفنا بوجود حضرتك معانا النهارده. طيب اعزائي المشاهدين ننتقل دلوقتي لاخر اخبار الطقس. والمذيع بيكون بيتكلم عن اخبار الطقس، وبيدخل بورات بيسلم عليه وبيقطع كلامه وهم على الهوا. فبيقول له احنا على الهوا دلوقتي بنعرض حاله الطقس، وبياخده وبيطلع بره الشاشه الخضراء وبيرجع تاني عشان يكمل، بس بيفطس على نفسه من الضحك. وبعدها بيروح لمكان زي حلبة مصارعة تيران، وبيمسك المايك وبيفضل يقول كلام زينخ زيه، وبيغني لبلاده كازاخستان وبيقول ان هي احلى واعظم دولة في العالم، وبيفضل يعك جامد في الكلام وكل اللي موجودين بيتقفلوا منه. وبعدها وهو ماشي في الطريق بالعربية بينزل يقابل الست دي، وبيلاقي معاها كتاب او مجلة للممثلة باميلا، فبياخده معاه وبيطلع بالعربية. وبالليل وهو ماشي بالعربية بيقابل الجماعة دول وبيقول لهم علمونا يا رجالة طريقة لبسكوا دي. فده بيقول له ارخي الحزام ونزل البنطلون شوية، فبيقول لهم كده. وبعدها بيوصل فندق وبيكون مشغل 50 سنت في الطريق، وبيدخل وهو مسقط البنطلون زيادة عن اللازم يعني. واول لما موظف الاستقبال بيشوفه بالمنظر ده بينادي على واحد بيجي يقول له امشي من هنا دلوقتي عشان ما تتصلش بالشرطة. فبيتحرك بالعربية وبيروح لبيت، بيخبط على بابه وبيفتح له راجل كبير وبيكون هو ومراته اللي في البيت. فبيقول له ما عندكش أوضة لليلة واحدة؟ قال له اه اتفضل. وبيدخل هو وأزمات وبيكتشفوا ان الراجل ومراته دول يهود، وهو ما بيقبلش اليهود وبيكون خايف منهم جدا. وقرب الفجر كده بيطلعوا هو وأزمات بيجروا من البيت وبيركبوا العربية وبيكملوا طريقهم لكاليفورنيا عشان بورات يوصل لباميلا. وبيروح لمحل التحف ده عشان قال يجيب لها هدية. فبيكسر الراجل المحل بسبب غبائه وبيقول له ما تقلقش هلزق لك الحاجات دي. قال له تلزقها ليه؟ انت كسرت حاجات ب $425. فبيدفع له كل اللي معاه، بيطلعوا 180. فأزمات وعواقب بيجي يدفع له الباقي وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وتاني يوم بورات بيفتح فيديو بيقول لنا فيه ان أزمات مشي وسابه وخد معاه كل فلوسه وجواز سفره، وما سابلوش غير الفرخة اللي جاي بيها وتذكرة عشان يرجع بيها لكازاخستان، والكتاب او المجلة بتاعت باميلا. فبيتحرك بالعربية وبيفضل مكمل طريقه لحد ما العربية بتشطب بنزين، فبينزل يكمل مشي عشان معهوش فلوس انه يمونها. وفي الطريق في شباب بيقفوا له وبياخدوه بيقعدوه معاهم في الكرفان وبيضيفوه، وبيفضلوا يهزروا ويلعبوا مع بعض، وبيسألهم عن باميلا لو يعرفوا عنها حاجة. فبيعرفوه انها مرتبطة اصلا. فبيتضايق بورات وبيزعل قوي، وبينزل من الكرفان وبيكون الليل ليل، وبيكمل مشي وبيقعد قدام مكان او محل وبيولع نار قدامه وبيرمي المجلة بتاعت باميلا فيها، بس بتكون تذكرة الطيران في قلب المجلة وبتتحرق معاها. فبيطلع الفرخة من الشنطة وبيسحب نسلة، بس بيرجع في رأيه وبيسيب الفرخة في الشارع، وبينام جنب النار وبيفضل يعيط وبتكون حالته صعبة جدا. والصبح بيلاقي الناس داخلة المكان اللي هو نايم قدامه، فبيدخل لجوه وبيكون معسكر معمول الناس متجمعة فيه وبيتكلموا فيه عن حاجات عن الدين. فبيروح يطلب منهم مساعدة، فبيدوله طاقة إيجابية وبيحفزوه إنه يكمل، وبيركب معاهم الأتوبيس واللي بيكون رايح على لوس أنجلوس. وبيوصل للمكان ده اللي الناس بتكون متنكرة فيه، وبيلمح أزمات وبيكون بيحاول يتدارى عشان بورات ما يشوفوش. فبيقفش فيه وبيتخانق معاه وبياخده وبيمشي، وبيرجعوا يتصالحوا عادي. وبعدها أزمات بيلبسوا ويشيكوا، وبورات بيقولوا النهارده هتقدم لباميلا بالطريقة الكازاخستانية. وبتوصل باميلا للمكان وبتمضي الفانز بتوعها على المجلة الجديدة بتاعتها تقريبا وبتتصور معاهم. وبيجي الدور على بورات وبيقول لها بص كده عملت دي عشانك، اسمه اسمك عليها. فبتقول له ده ايه؟ قال لها ده شوال. وبيلبسه في دماغها وبيحاول يخطفها وبيقول لها تتجوزيني يا باميلا تتجوزيني. والناس بتفضل تسلك وتحوش، وباميلا بتطلع تجري وبورات بيجري وراها، وبتيجي الشرطة بتقبض عليه. واللي بيحصل بعد كده تقريبا انهم بيرحلوه على بلده، وبورات بيصور لنا فيديو من قريته بعد ما رجع تاني وبيقول ازيكم مره تانيه من البلد المتواضعه. لما رجعت هنا تاني اكتشفت شويه تحسينات، ولا بيكون في تحسينات ولا بتاع. بورات بس بيعرفنا على مراته الجديده وبيقول في الاخر شكرا ليكم على مشاهده الفيلم بتاعي ومع السلامه. وبيبدأ الفيلم ببورات اللي بتبقى حالته بالبلا وبيقول ازيكم انا بورات. اللي حصل من 14 سنه ان الفيلم بتاعي حقق نجاح كبير قوي في الولايات المتحده، بس كازاخستان بقت مضحوكه في معظم انحاء العالم، والاسهم بتاعتها انخفضت جدا، وحطوا اللوم عليا انا وحرموني من المراسله وتغطيه الاخبار نهائي.
واتحكم عليها بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقه. بس بعد 14 سنه في سنه 2020 اللي خدت قلوب البني ادمين وسابت لنا شر وشياطين، جه راجل من الحكومه وخدنا على القصر الرئاسي، وبيروح يقابل رئيس الوزراء الكازاخستاني، والرئيس بيقول له اسمع يالا، انت هترجع تاني على امريكا عشان تقدم هديه لنائب الرئيس الامريكي عشان تظهر احترام كازاخستان لنائب ترامب وترامب نفسه. فبورات قال له طب وايه هي الهديه؟ قال له القرد جوني، وبقت لك كيكه شوكولاته من هناك وانت جاي. وبعدها بيبداوا يجهزوا بورات وبيدوا له البدله بتاعته اللي كان على طول لابسها، وبيرجع بورات على القريه بتاعته قبل ما يسافر. ولما بيدخل البيت بتاعه بيلاقي جاره استحوذ على كل حاجه حتى اولاده الثلاثه، واحد منهم بيقول له ده انا بتعلم منك يا جدع امشي من هنا. وبيدخل بورات الزريبه اللي في ظهر البيت وبيشوف بنته اللي عايشه فيها وبتتفرج على قصه الاميره ميلانيا قريبه من قصه سندريلا كده. وبرات بيقول لها انت عايشه كده ليه؟ قالت له اصل ما عندوش زوج يعيشني في قفص ذهبي زي الاميرات او حتى اي قفص ان شاء الله يكون من الخيش. فبيقول لها انت عندك كام سنه؟ قالت له 15. الراجل يا جدعان كان محبوس بقى له 14 سنه ما يعرفش حاجه، وقال لها انا رايح امريكا. قالت له خدني معاك، فقال لها مش عايزين، ده انا بايعك خرد احسن. وبيجي الراجل ده وبيقول له جون القرد في الصندوق يلا عشان تمشي. فبيسحب برات عربيه كارو فوق الصندوق اللي جواه القرد، وبيقول لاهل البلد انا رايح امريكا. فبيقولوا له خفف مصيبه ده هي تاخدك ما تجيش هنا تاني. وبيسافر برات بحر على مركبه وبيوصل بعد 22 يوم. ولما بيتمشى برات في الشارع الناس بتكون عارفاه وبيكونوا اتشهر عند الامريكان ومعروف عندهم بالمراسل الكازاخستاني المتخلف، وبيكون ما قداموش غير انه يتنكر. فبيروح محل وبيشتري كام زي كده، وبعدها بيروح لمحل موبايلات وهو متنكر عشان يشتري تليفون. وصاحب المحل بيوريه موبايل وبيحاول يفهمه امكانياته، وما احنا قلنا الراجل محبوس بقاله 14 سنه. وبيرن عليه فيديو كول، فبرات بيقول مين اللي في الاله الحاسبه ده؟ قال له ده انا. فقال له اسكت انا بكلمه. وبيعرفوا على محرك البحث جوجل والكلام ده. وبعدها بورات بيطلع من المحل وبتيجي عربيه نقل بتنزل له الصندوق اللي المفروض فيه جون القرد، والراجل بيفتح له الصندوق فبتطلع منه بنته. فبيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ قالت له دخلت هنا بالصدفه. فبيقول له الراجل اقفل عليها وبيقفلوا الصندوق عليها. وبعدها بيروح بورات لمحل الفاكس ماشين عشان يتواصل مع رئيس الوزراء الكازاخستاني. فالراجل بيقول له تمام اكتب ايه؟ قال له اكتب له ازيك عامل ايه؟ فقال له بس كده؟ قال له اه. وبيبعتها له وبيجي له رد مكتوب فيه كله تمام. وجوني عامل ايه؟ قال له اكتب له انه ما وصلش عايش. وبتكون بنت بورات واقفه بره وبتخبط على الباب، فقال لها امشي من هنا يا بيت. وبيقول له الرد مكتوب فيه خلاص دور على هديه تانيه ليه بدل ما اضربك بالنار في ميدان عام. فبيبص برات لبنته اللي بتكون حاضنه الباب ولازقه فيه، وبيقول له الراجل ابعت له رساله وقول له ان بنتي هنا ممكن اقدمها له كعروسه. فبيبعتها له وبيقول له الرد مكتوب فيه حلو خالص، ده انت كمان هتناسب مايكل بنس. ومايكل بنس ده هو نائب الرئيس دونالد ترامب، بس ده كان اياميها بقى. وبرات بيدخل بنته المحل وبيقول لها اسمعي انت هتفضلي معايا هنا عشان انت تم اختيارك عشان تكوني مرات نائب رئيس الوزراء الامريكي. قالت له يعني هكون زي الملكه ميلانيا؟ وبعدها بتدي له بنته اللي اسمها توتر، بتدي له كتاب بتكون فاكره انه عن حياه الملكات والاميرات وكده، وبيكون اصلا الكتاب تابع لوزاره الزراعه والحيوانات البريه في كازاخستان. وبتقول له انا عايزه قفص من ده. وبعدها بيروح لصاحب محل ادوات زراعيه وبيقول له انا بجهز بنتي للجواز وبدور على قفص مناسب ليها. فبيوريه قفص وبيقول له ده عامل $900. قال له لا ده غالي قوي. فتوتر بتفضل تترجاه بتقول له يلا يا بابا معلش، وبتدخل القفص وبيكون عاجبها وبيشتروا شويه حاجات ملهاش اي 60 في 70 لازمه. وبالليل برات بيقول لتوتر تعالي جهزت القفص بتاعك. فبتدخل القفص وبتكون مبسوطه وبتقول له هو شكله كده اجمل من قفص الاميره ميلانيا. فبيقفل عليها وبيقول لها تصبحي على خير عشان بكره اجهزك بحيث تكوني مستعده لمقابله مايكل بنس. وتاني يوم بياخدها وبيخليها تقابل واحده اللي بتقول لها خليكي بنت شخصيتها لطيفه وغير عدوانيه عشان الرجاله يحبوكي، خلينا متفقين ان لازم تغيري من نفسك وشكلك بطريقه كامله. وبعدها برات بيروح مع توتر وهو متنكر على مركز لصباغه الشعر، وهناك توتر بتصبغ شعرها اصفر. وبيروحوا عشان يجيبوا فستان، وصاحبه المحل بتدي لها فستان تجربه فبتلبس الكيس اللي كان على الفستان. وبرات بيسال الست اللي واقفه في المحل عن صاحب المحل ده، قالت له انا صاحبته. فتوتر بتقول لها ايه بابا يا ست ممكن تشتغل؟ فقال لها لا طبعا لما الست يكون عندها شغل دماغها هينفجر. وبالليل توتر بتساله وبتقول له يا ست ممكن تكون صحفيه؟ قال لها لا طبعا خطر. وبيوريها كتاب وبيقول لها ده اللي حصل لما في ست حاولت انها تكون صحفيه. قالت له طب ممكن تسوق العربيه؟ فقال لها وده اللي حصل لما في ست حاولت انها تسوق عربيه. قالت له طب ممكن الست تسال اسئله؟ قال لها اسئله خطر برضه. والصبح برات بيتمشى هو وتوتر وبيكون ساحبها بحبل، وهي بتقول له يا بابا ما هي الابهات ماسكين ايدين بناتهم اهو. فقال لها تلاقي شكله نسي يجيب الحبل. قالت له لا امسك ايدي زي باقي الابهات. فبيطلع كيس بيلبسه في ايده وبيمسك ايديها عشان ما بيكونش طايقها، وبيفضلوا هما الاتنين يهبلوا في الشارع. ما هو التهبيل مش حاجه غريبه في دوله زي امريكا، هبل براحتك لحد ما الحكومه تيجي تشيلك. وبعدها بيدخلوا محل كيك وبيطلب برات كيكه شوكولاته كبيره. فتوتر بتقول له انا كمان عايزه واحده. قال لها مفيش. فقعدت تتحايل عليه وتقول له عشان خاطري عشان خاطري. فقال لها خلاص اختاري لك واحده. فبتختار كب كيك على وشها لعبه طفل صغيره، ولما بتاكلها بتبلع لعبه الطفل دي وبتتخنق. فبرات بيقول لها تعالي نروح للدكتور بسرعه، وبياخدها لدكتور نسا
وتوليد، وتوتر بتقول للدكتور في طفل جوايا وعايز اخرجه. فالدكتور قال لهم لا احنا مش مسؤولين عن الكلام ده، انا مش هشارك في جريمه زي دي، حرام عليكم عايزين تنزلوه ليه؟ وبيكون فهمهم غلط خالص. وبعدها بورات بيروح لواحده عشان تساعد بنته انها تتعلم تكون بنت راقيه، وبيروح بورات وتوتر لمسابقه زي مسابقه رقص باليه للبنات اللي سنهم صغير، وكل بنت المفروض هتقدم رقصه مع ابوها، وبورات بيكون متنكر زي كل مره بيخرج فيها. وتوتر وبورات بيجوا يقدموا الرقصه بتاعتهم، فبيفضلوا يهبلوا جامد وبيضحكوا الناس عليهم والناس بتستغربهم. وتاني يوم بيكون في مؤتمر نائب الرئيس بيكون عامله، فبيوصل بورات على المكان وبيكون متنكر بشخصيه الرئيس دونالد ترامب عشان يعرف يدخل للمؤتمر. وتوتر بتكون جهزت نفسها وبيجوا بورات يشيلها، وبيدخل فجاه المؤتمر اللي بيكون مايكل بنس بيتكلم فيه عن فيروس كورونا اللي انتشر اخر فتره. وبورات بيقول يا مايكل بنس جبت لك بنت، فما بيردش عليه والناس بتتلم على بورات، وبورات بيقول له ما تقول حاجه وساعدني يا مايك، طب انت مطرود يا مايك. والناس بتقلب فجأة وبتفرح وبيفضلوا يهتفوا ويقولوا 4 سنين كمان للرئيس، والأمن بيطلعوا بره وبيقولوا إن مجلس الشيوخ الأمريكي برأ الرئيس من جميع التهم. وما تعرفش بورات عدى منها ازاي بعد ما انتحل شخصية الرئيس. فبعدها بيروح بورات لمحل الفاكس ماشين وبيبعت رسالة لرئيس الوزراء الكازاخستاني كاتب له فيها إن مايكل بنس ما قبلش بنته خالص، فبيرد عليه برسالة كاتب له فيها خلاص ارجع يلا عشان اضربك بالنار في ميدان عام، ولا اقول لك هنربطك في جاموستين ونخليهم يمشوا عكس بعض فتروح انت مشوق حتتين. وبعدها بيكون بورات وبنته توتر ماشيين بالعربيه، وتوتر بتقول له هو في ايه؟ هم هيأذوك؟ فقال لها مش زي ما انت فاكره. فبتوري صوره راجل سياسي اسمه رودولف جولياني اللي معروف باسم رودي جولياني، والراجل ده كان المدعي العام للولايات المتحده وعمده مدينه نيويورك سابقا. فبيرجع بورات للفاكس ماشين ورئيس الوزراء بيرد عليه برساله مكتوب فيها لو هتسلمها لرودي فتمام ماشي هتعيش. وبعدها اول حاجه بيعملها بورات وبنته توتر بيروحوا لمركز تجميل، والدكتور بيقترح عليهم ان توتر تعمل عمليه تجميل في مناخيرها عشان ايه تبقى احلى والكلام الفاضي ده. والسكرتيره بره بتقول لهم ان العمليه دي هتتكلف 21751 دولار. فبيطلع بورات شنطه مليانه دولارات من فئه الدولار زي مستر بيست كده لما بيعبي المكان فلوس من فئه الدولار عشان تبان انها كتير. فالسكرتيره بتقعدهم على عمليه تعد الفلوس، ولما بتخلص عد بتقول لبورات كده فاضل 72 دولار ونبدا العمليه الساعه 6 بالليل. وبورات اصلا بيكون فلس فبيروح يشوف شغلان، بس قبلها بيسيب بنته توتر عند جليسه اطفال، وبيطلع صحن الاكل بتاع الكلاب وبيقول للجليسه وقت لما تكون هي عايزه تشرب ميه استخدمي ده. فبتقول له احنا بنشرب الميه في الكوبايه، قال لها وهي بتشربها هنا. وبيسيبهم وبيروح شغل في صالون حلاقه، وبيطلع بورات للزبون ساطور في سكينه وبيسن فيهم، وبيروح مطلع مقص الحمير وبيبدا يقص شعر الزبون. وبعدها الجليسه بتاخد توتر وبيطلعوا في العربيه عشان تفسحها، وتوتر بتفضل تعيط وبتقول لها ما ينفعش تسوقي، قالت لا بنسوق عادي، وهي بتفضل تقول الحقوني يا ستي بتسوق عربيه. وبيكون بورات خلص حلاقه للزبون والزبون بيحاسبه. وبعدها الجليسه بتوصل توتر لمركز التجميل وبتقول لها انت هتعملي ايه هنا؟ قالت لها هعمل عمليه تجميل عشان ابويا يقدمني كزوجه لراجل سياسي امريكي. فبتقول لها وانت عايزه كده فعلا؟ فقالت لها انا متحمسه. قالت لها انت متحمسه بس ده مش اللي انت عايزاه، انت مش محتاجه تعملي كده يا حبيبتي، انت جميله زي ما انت، واي راجل المفروض هيحبك زي ما انت، ما ينفعش تكوني حد تاني غير نفسك. بصي يا حبيبتي لنفسك في المرايه، شايفه نفسك عسوله خالص اهو ومش محتاجه لاي تغيير في جسمك او وشك. فكري يا حبيبتي كويس، واهم حاجه سعادتك وراحتك النفسيه، ابوك بيكدب عليكي، انت عندك عقل كبير فكري بيه وخدي قراراتك. فقالت لها خلاص هفكر فيه، وبتنزل من العربيه. وبعدها بيوصل بورات المكان وبيقول له توتر انت ما دخلتش ليه؟ فقالت له لا مش هعمل العمليه. قال لها ليه؟ قالت له عشان انا جميله زي ما انا، وكمان مش عايزه اتجوز واحد قد جدي. بصي هناك ست بتسوق عربيه هي. فقال لها لا دي مش الست دي، ده صياد كلاب. فبتقول له الكتاب بتاعك ده كله كذب، انا لقيت كتاب تاني واسمه فيسبوك اتعلمت منه كتير واقدر اسوق واكون اللي انا عايزاه واكون مراسله تلفزيونيه احسن منك كمان. خد الكتاب بتاعك المعفن اهو، انا بكرهك ومش عايز اشوف وشك تاني. وبتركب اوبر وبتمشي من المكان. وتاني يوم بورات بينزل الشارع عشان يدور عليها وبيفضل ينادي عليها وبتكون الشوارع فاضيه. فبيشوف راجل وبيقول له يا الناس فين والشوارع فاضيه ليه كده؟ قال له كلهم في بيوتهم في الحجز الصحي عشان الفيروس. قال له فيروس ايه؟ فقال له فيروس مكرونه، ما سمعتش بيه؟ قال له طب بص انا ما عنديش مكان اروح وممكن اجي عندك البيت. فبياخدوه معاه على البيت وبيكون الراجل ده قاعد هو وصاحبه فيه، وبورات بيسلم ببوس واحضان وبيقعدوا يتكلموا في موضوع الكورونا. وبورات بيقول لهم هو فيروس الكورونا ده اللي اخطر ولا الناس السياسيين؟ قالوا له السياسيين طبعا، ناس الشر اللي بيجري في جسمهم بدل الدم، اصل الفيروس ده سبب ظهوره مش طبيعي، الناس دي لها يد في الموضوع. وبورات بيقضي معاهم فتره كبيره وبيعرفهم انه لازم يلاقي بنته توتر. فلما بيدوروا على موقع الاخبار بيشوفوا فيديو لتوتر واللي بتكون بقت مراسله اتشهرت اخر فتره، وبتقول في الفيديو انا هكون على الهواء في بث مباشر يوم السبت في المكان الفلاني. فبيكتبوا العنوان في ورقه وبعدها بيوصلوا على المكان، وبورات بيكون متنكر عشان الناس كالعاده، والناس بتكون عامله مظاهرات ومعترضين على موضوع القعاد في البيت والكلام ده. وبيطلع بورات على المسرح وبيغني لهم غنوه بتعجبهم كلهم
لهم، وبيشوف توتر وهو واقف على المسرح وبيشاور لاصحابه يروحوا لها، فبيروحوا لها وبيقولوا لها ان ابوها هيموتوه لما يرجع كازاخستان، فبتقول لهم انا مش هتكلم معاه بس عرفوني اعمل المطلوب. وبعدها بتعمل مكالمه وبتقول انها عايزه تقابل رودي جولياني، وبيروح بورات لجليسه الاطفال اللي كان سايب عندها توتر عشان يجيب حاجاتها من عندها، والجليسه بتقول له انت ازاي هتجوز عيله صغيره لراجل كبير، فبيتاثر بورات وقلبه بيتوجع على بنته وبيفتكر ذكرياتهم سوا، وبيركب عربيته وبيروح عشان يلحق بنته. وبعدها رودي جولياني بيكون وصل وبتبدا توتر تعمل لقاء معاه، وبيوصل بورات المكان وهو متنكر والامن بيمنعه من الدخول، فبيفضل يحاول لحد ما بيطلع فوق ليهم، وبيكون عامل نفسه واحد من فريق الاعداد وبيقول لهم ان في مشكله في الصوت. فبتقوم توتر وبتطلعه لبره وبتقول له مش انت اللي عايز كده؟ فقال لها بس ده انت مش عايزاه. قالت له بس انا مش عايزاك تموت، وبتطلعه بره وبتقفل الباب وبترجع تكمل الانترفيو. ومره واحده بيدخل بورات بلبس غريب جدا عشان يعرف يهرب مع بنته، وبيقدروا يهربوا هما الاثنين. ولما بيرجعوا كازاخستان بيقابلوا رئيس الوزراء، وبورات بيكون كاتب وصيه لبنته وكتب لها كل اللي حيلته، وكل اللي حيلته تقريبا هي البدله اللي لابسها. فالرئيس بيصب له شويه ميه وبيقول له خلاص مش هنخلص عليه ومش مشكله كلنا بنغلط. وفجأة توتر وبورات بيكتشفوا إن دي كانت مؤامرة عملوها عشان يروح أمريكا ويصاب بالفيروس ويجي ينقله على كازاخستان. فبيروح بورات للرئيس وبيقول له انت استغلتني عشان انشر الفيروس. قال له وخطتنا نجحت. وبيكون بورات سجل له كلامه بالموبايل اللي معاه وبعته لراجل امريكي صاحبه هناك. فالرئيس بيقول لهم طب انتوا هتعوزوا ايه عشان تسدوا بقكم؟ وبعد 3 شهور بنشوف القريه بتاعتهم اللي بيكون اتغير فيها حاجات كتير، والستات بقت تشتغل عادي وما عادش في اضطهاد للستات في القريه بتاعتهم، وتوتر اللي بقت مراسله تلفزيونيه لكازاخستان زي ابوها، والاتنين بينقلوا اخبار قريتهم سوا. وبيخلص الفيلم على كده. اتمنى يكون الفيلم عجبك، ولو عجبك اعمل لايك وان امكن اشترك في القناه. وبس اشوفك الملخص الجاي وسلامات.